ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا على خير إن شاء الله خوتي الأعزاز. خاوتنا وش راح نقول لكم دركا؟ المباراة الأولى أصبحت من الماضي، كملنا مع المقابلة الأولى، عندنا غدوة إن شاء الله المقابلة الثانية وهي المقابلة الحاسمة اللي بربي إن شاء الله نجيبوا بها 3 نقاط ونكملوا المسيرة تاعنا في البطولة هذه. شوفوا خوتي بعد البارح ما تفرجنا، يعني صراحة كأس العرب هذه فيها مفاجآت. والله البارح يا خوتي شفتوا المنتخب التونسي 2-0 فايز، ريمونتادا فلسطينيه 2-2، يعني في رمشة عين منتخب تاعك فايز 2-0 تعاود يرجع للمنتخب الفلسطيني بريمونتادا 2-2. حصلوا يعني دركا واش راح نقول لكم؟ شفنا وسي البارح نفسها مع قطر فايز 1-2 فرحان منا هدف. الان الهدف منتخب السوري احسن هدف في البطوله، ما كانش احسن منه، احسن هدف في البطوله. يفكرني في الهدف تاع سعيود في كاس العرب، هاي يفكرني فيها انا ولا لا خوتي؟ يفكرني في الهدف تاع سعيود. عدلت النتيجه هاك، شفت المجموعه تاع تونس دركا: فلسطين ب4 نقاط، سوريا ب4 نقاط، تونس بنقطه، قطر بنقطه. يعني دركا تعادل فلسطين وسوريا، السلام عليكم، تونس الى البيت وقطر الى البيت، روحوا في زوز. يعني جزئيات خفيفه هنا تخرج من البطوله، جزئيات خفيفه. ولهذا خاوتي نفوتوا للمقابله السودان هذه، ننساوها المقابله السودان. تكلمنا عليها في امور عديده، تكلمنا عليها من جهه بوقرا منا. هاكم تعرفوني انا الحصه تاع معطاوي نحب نتفرجها، نسمعوا بركه معطاوي وش قال دركا في الحصه هذه، ونكملوا النقاش تاعنا حول المباراه تاع الغد، مباراه البحرين، وحنتكلموا شويه على البحرين خوتي العزاز. نسمعوا معطاوي وش كان يقول. اللقاء على الاقل بنفس المعطيات من الناحيه التعداديه. ملاحظه اخرى ربما يجهلها الجمهور وهي معلومه: بندبكه لاعب بابا هو مصاب، تخيل يا نبيل، بندبكه مصاب، سعيود مصاب، ابراهيمي مصاب. يعني في النهايه ركز على الخبره وتغاضى عن الجانب التحضيري للاعبين. من المفروض كان على مجيد بوقرا اي نعم يستعين جانب الخبره، لكن لا يهمل الامور التي اليوم كره القدم المتطوره والعلميه تكفر بهذا الجانب. اللاعب المصاب لا تاخذه معك في الدوره، هذه هي كره القدم. اما ان تنتظر يعني ان يشفى ذلك اللاعب، عليك ان تتاهل اولا قبل ان تسترجع ابراهيمي وبن دبكه وسعيود وما الى ذلك. لذلك انا رايت بانني هذه قسوتي كانت من قسوه ذلك الاداء الهزيل الذي رايناه. كابتن الاخضر، نسمع الاخضر بالريش. كثير دورات شارك فيها المنتخب الجزائري، ربما قناعة للمشاهد الجزائري عندما نلعب بثوب البطل دائما لا نستطيع تحمل ذلك الرداء. في 2019 لم نكن مفضلين للمنافسة، في 2021 أيضا لم نكن مفضلين. دائما عندما ندافع عن التاج ونحن السياد يصير اختلالات، المجموعة ما تمشيش بشكل جيد. هل هذه عقدة بالنسبة للمنتخب الجزائري، مع أن الأمر يقتصر على مباراة 90 دقيقة افتتاحية تعادل سلبي وبعدها بكرة لديه مجال لتصحيح الأخطاء؟ هو شوف، في عالم كرة القدم تحدث مفاجآت. في منتخبات عالمية خسرت المباراة الأولى، فازت بكأس العالم. إسبانيا 2010، أرجنتين هنا في الدوحة أمام السعودية. من كان يتوقع هذه النتيجة؟ في الأخير مسكوها كان يعني كأس عالمي لميسي الذي انتظرها كثيرا، وكان ينتقد أنه لا يقدم شيئا للمنتخب الأرجنتيني مقارنة بما كان يقدمه في برشلونة. مفروض أنت بطل، هذا يكون حافز لك أن المنتخبات الأخرى هي التي تهابك تخافك، تعرف بأن لديك إمكانيات، وأنك من البداية تظهر بأنك جئت لكي تحافظ على هذا اللقب. هذا ما لم نشاهده في المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري كان متوسط الأداء حتى لا أقول ضعيف، وليس هناك مباراة ربما أضعف من هذه المباراة في كل الخطوط. الحمد لله أن المنتخب لم يتلقى أهداف، لهذا ربما نقول أن المنظومة الدفاعية كانت ناجحة، أو أن المنتخب السوداني احترمنا كثيرا. لا المنظومة الدفاعية تاعنا كانت ماحة، وإن كان في الشوط الثاني كان بإمكانه أن يسجل. لكن أنت عندما تأتي بثوب البطل يجب أن تخيف الآخرين، أن تعطي إنذار، وذلك بالضغط منذ البداية، تبحث على الأهداف. نحن لم يكن لدينا مثلا صانع ألعاب، رأس حربة حقيقي،
حتى راس حربة وهمي لم يكن موجودا. وسط الملعب كان يعني بين لم يكن يؤدي دوره، لم يكن هناك تقسيم الادوار، كان نقوم بنفس الدور، فضيعنا كرات كثيره. انا كنت ارى مثلا انه راس حربة يكون متحرك قريب من المرمى مثلا. اي لاعب كان ممكن يكون راس حربة. لا عبيك ولا حد يدركم الاخضر بالريش، بس كان الاخضر بالريش صراحه انا خاوتي كنت نحترمه وانا في وقت ما قام من قامات الجزائر، بصح من اللي ولا يضرب اسمحوا لي خاوتي والله، او نحترمه وانا نحترمه. وش هو قبل مع المنتخب الاول ما شفناش يتكلم الكلام هذا. درنا تعادل احنا مع المنتخب الاول، درنا تعادلات ودرنا وخسرنا، وما يتكلمش الكلام هذا، ما يتكلمش الكلام هذا. يبقى انا والله يا خاوتي ما نحبش يكون الحقد برك على الجزائريين. اذا كان نحكيو كره قدم نحكيو على المنتخب الاول، ونحكيو على المنتخب المحلي، ونحكيو على بيتكوفيتش، ونحكيو على بوقره بنفس المقام، يعني نحطوهم في مقام واحد. فاهم؟ مش هذاك براني نضربوا له الشيطه ونطبلوا له، وهذا انا بوقره نجبدوا له العيوب الكل. كي نجبدوا العيوب تاع الناس الكل، وكي نتكلموا ولا تقني درك اخضر بالريش ولا تقني. ومع بيتكوفيتش خسرنا ما كانش تقني، هو مازال جديد او ما انسجام من اللاعبين مازالوا. لا على بالنا احنا متفقين 50 مليون جزائري متفقين باللي بوقره غلط، متفقين على هذه ما فيهاش. نحطوا درك المقابله نحطها ورانا، احنا هادم ولادنا محليين رامي يتبعوا اليوتيوب ويتبعوا الصفحات والفيسبوك والبلاطوات، رامي يشوفوا خاوتي، رامي يشوفوا. يبان ما نعطيهمش حاجه سلبيه، نعطيهم حاجه ايجابيه. معليش المقابله الاولى نحطها جانبا. يتكلم يقول لك اضعف حلقه المنتخب السوداني، يقول لك ما على بالناش اسكو منتخب السودان احترمنا ولا احنا دفاعيا كنا ملاح. لا، منتخب السودان لم يحترمنا، اصنع اكثر منا فرص. ولا ما تقولش بلي شكي حب يقلل من المنتخب الجزائري. بدران وعباده خاسف في الحليميه كانوا اروع من اروع ما يكون. انا هدرت لكم في زوج فيديوهات قلت لكم الحاجه اللي عجبتني في المنتخب الوطني ايجابيه الدفاع في ربعه، وزيد لهم فيكتور لكحل. ما نقول شعال وزيد دار مقابله رائعه. يعني شوف من لكحل وروح جاي لعبوا مقابله رائعه. الله غالب. شويه وسط ميدان بن دبكه ما تحركش مليح، راهو كان مصاب. سعيود عليه ما لعبش باسكو عنده اصابه. ابراهيمي مصاب. معليش الهجوم ما مشاش صراحه. بولبينا قلت لكم بولبينا يخاف من لي كونتاكت، شفتوا انا لي كونتاكت يخاف منهم. ما لعبوش بالجرينتا اللي نستناوها ونعرفوها احنا، ما لعبوش بها لا جرينتا هذيك. يعني الله غالب. الورقه الحمراء مهم اللي صرا درك ننساو. السودان جاو للبحرين. البحرين خاوتي والله كان نتفرج اليوم درك برك نتفرج شويه بلاطو، تفرجت امبارح في الليل يقول لك بلي منتخب البحرين هو الحلقه الاضعف في المجموعه. خليونا من الحلقه الاضعف، خليونا على الورق. انا تفرجت لمقابلات البحرين او تلقى ناس في بلاطوات ولا صحفيين والله ما تفرجوها المقابلات البحرين والعراق. راني نحلف لكم خاوتي. ويجي يتكلم شاف سكور 2-1 تاع العراق قال لك سي بون الحلقه الاضعف. شكون قال لك الحلقه الاضعف؟ ماهيش حلقه اضعف. شكون مادام قاعد ينافس وسجل ودار مقابله شابه من العراق ماهوش الحلقه الاضعف على الورق. كما كنا نقولوا احنا السودان نربحوها على الورق. الميدان حاجه اخرى، والجمهور حاجه اخرى، والتحكيم حاجه اخرى. انا بس على الحاجه اللي مقلقتني انه كاع المقابلات يحطوا لهم في اوروبيين، وصلت للجزائر حطوا لها مصر. هذه ما عجبتنيش انا، وتكلمت عليها ونتكلم عليها ونقعد نتكلم عليها. ما عجبتنيش انا والله، ما عجبتنيش القضيه دي، ما عجبتنيش انا. يبقى منتخب البحرين خاوتي لازم نحترموه، لازم علينا اي منافس لازم نحترموه. وهذه المقابله ما فيهاش، هذه مقابله يتعدي يتروح. يا نفوتوا ونستناو مقابله العراق ونربحوا العراق ونروحوا الدور القادم، يا نوجدوا رواحنا بعد نحكموا الطياره نروحوا يعني دي مقابله الفاصله كما صرات البارح مع المنتخب التونسي. المنتخب التونسي البارح مباراه الفاصله، هذيك المباراه الفاصله البارح تاعهم. كون ربح تونس كون الاز عنده ماتش اخر مع قطر، ماتش تاعو مع اخر مع قطر يروح بالمرتاح، ما يدرك من عاش. تعادل سوريا وفلسطين كي قطر كي تونس يروحوا في زوز. راكم فاهمين؟ وباش يتاهل تونس ثم قطر روح سي بون، قطر قاتلوا نقطه. ما نقولكش روح حتى هو عنده نفس الحدود، قطر نفس الحدود تاعو مع تونس. يعني ايش بالكالكولاتريس وقاعد احسب، لازم
لازم سوريا تربح فلسطين، وتونس تربح قطر، وتربح ب 2-0. المهم يرجعوا المواجهات ما بيناتهم، بس كان ما يحسبوش الاهداف، يحسبوا ديجا المواجهات المباشره، وكي يعودوا متعادلين في المواجهات البشيره كما نقولوا تعادل كما تونس وفلسطين، يعاودوا يروحوا من بعد لفرق الاهداف، شكون يتسجل عليه اكثر وشكون يسجل اكثر. يعني مش حابين ندخلوا في الحسابات الكالكولاتريس هذه. احنا ماذا بينا مقابلات البحرين، مقابلات البحرين نحترموها، عندهم جماهير وسيهنات البحرين، كاين جماهير البحرين. داروا مقابله لا باس بها مع العراق عنده منتخب شباب العراق، وانتم احنا كجزائريين نعرفوا بل العراق كي تشوف على الورق مرشحين الجزائر والعراق يتاهلوا، بصح والله كاين مفاجات. غدوه انت تشوف السودان تربح العراق، واش قولك انت واش قولك تشوف السودان يربح العراق؟ واش تولي لك من بعد؟ حتى وتربح البحرين تقعد المباراه الاخيره مباراه حياه او موت. وي خويا العزيز ما فيهاش مام تقول البحرين انت اوكي الحلقه الاضعف في المجموعه، انا ربحناها سيدي معليش، انا ربحناها نولي ب 4 بوان اوكي. السودان تضرب العراق، تولي السودان ب 4 بوان، شكون يقعد لها السودان؟ تقعد لها البحرين الحلقه الاضعف، والعراق قد يولي عنده 3 بوان، يجي معنا احنا مباراه مصيريه. يعني مجموعه مش سهله اخوتي، مجموعه الموت صراحه مش سهله. احنا لازم ما نخزروش ورانا، الفوز ثم الفوز. احنا كمناصرين رانا مع المنتخب الوطني، نجاوزوا المباراه السودان، ما بقاش نبقاو درك غير سلبيات شويه ايجابيات، نشجعوا الناس اللي في البلاطوات هذاك هو سيبوا قلبوا الصفحه شويه، ما تبقاوش قلبوا الصفحه شويه. تكلمونا درك على البحرين، تكلمونا على حوايج ايجابيات، اعطونا شويه موتيفاسيون. والجماهير في الملعب على بالي بقوه راح تكون من البحرين احنا، وراح نساندوا المنتخب من اول دقيقه لاخر دقيقه ان شاء الله، وان شاء الله يجيبوا لنا لا فيكتوار خوتي الاعزاز. والعشيه بحول الله ندير لكم فيها فيديو ان شاء الله على الانصار، ونشوفوا اراء الانصار العشيه في مقابلات البحرين هذه. هذا واش نقدر نقول لكم خوتي في الفيديو هذا. جمعه مباركه ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم.